وخاصة في منطقة العالية. معنا طبعا سيدة فاطمة متشاح اللي هو طبعا ممثلة وزارة الفلاحة وأيضا الإرشاد الفلاحي. سيدة فاطمة أعطينا خصوصية المنطقة هذه، ما شاء الله من الباكورات ويعني تعمل 66 كيف وقت تشوف الخيرات هذه اللي ورانا اللي تشاهدوا فيها توا. شكرا مرة أخرى. منطقة العالية هي منطقة فلاحية بامتياز. منطقة العالية هي فيها جميع معناتها القطاعات، إذا كان نقولوا يعني جست ما عندناش احنا قطاعات الجنوب اللي هي التمر والنخيل ويعني الحاجات هذه، يعني ما بقى ما شاء الله العالية فيها جميع القطاعات. عندنا مثلا قطاع الزيتون اللي هو قطاع معناتها متأصل في الجهة منذ مئات السنين، يعني منذ يعني قدوم الموروثيين الى يعني منطقه العاليه، جابوا معاهم يعني معناتها الزيتون، ويعني معناتها الاتجاه الى حد اليوم الناس مغرومه به وتزرع فيه كل عام. عندنا غراسات جديده، عندنا ما يقارب 700 هكتار زيتون. عندنا كيف العاليه مشهوره بقطاع القوارص. القوارص اخذت منحى تصاعدي في الغراسات والناس تشجعت عليها برشا، واحنا كيف كوزاره الفلاحه زاده وكخليه الارشاد الفلاحي شجعنا عليها توا منذ يمكن نتاع يعني 15 سنه التالي. عندنا كيف الخضروات. ومنطقه العاليه هي منطقه سقويه بامتياز، عندنا منطقه سقويه عموميه خاصه ومنطقه سقويه يعني عموميه. القطاع مثلا المنطقه يعني المنطقه السقويه العموميه تمسح 1550 هكتار، يعني فيها جميع القطاعات ممثله، من تربيه ماشيه، من زراعه خضروات. عندنا حوالي 1000 هكتار زراعه خضروات متنوعه، بالبطاطا، بالخضروات الورقيه، عندنا كيف يعني شركات تعاونيه يعني اساسيه في قطاع الدواجن. قطاع الدواجن في العاليه يعني زاد كيف ناشط مليح. عندنا ما شاء الله عندنا طاقه 72,000 طي. عندنا كيف تربيه الماشيه اللي هي يعني تربيه الابقار. عندنا تسمين العجول، والعاليه مشهوره جدا بتسمين العجول. كيف نقولوا تسمين العجول في ولايه بنزرت نقولوا العاليه ونقولوا راس جبل، هذم هما. إذا طبعا الشيء اللي تحكي عليه كله هو موجود عندنا ممثل هنا في المركز المهني للفلاحة. يعني تعرفوا انتم ثم تو بعد تحطوا مع مدير المركز، لأن ثم عديد الشباب اللي يتكون هنا في قطاعات مختلفة كما تربية النحل، تربية الأرانب. خلينا نمشيو لسي رضا الحبيب رئيس اتحاد الفلاحين. سي رضا يعطيك الصحة. سي رضا من الفجر موجود لهنا، هو اللي جاب لنا العاسي وجاب لنا طبعا هالخضروات اللي مش